سلام. ضمن أجواء الصيف والحر كنقترح عليكم كلاص بمذاق الرمان، مذاق جدا رائع ولذيذ مميز حصريا على قناتي. خليكم مع الفيديو من الأول إلى الأخير، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارتاج باش هكا تكبر القناة وتعم الفائدة وفرجة ممتعة. إذا على بركة الله، بالنسبة للمكونات غنحتاجو 400 مليلتر من الكريمة السائلة الحلوة، نصف كأس قياس ديال العنبة من مشروب أو سيرو ديال الرمان، ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي، ياغورت ذوق الفراولة حجم صغير، ملعقتين كبار من السكر الناعم أو السكر البودرة، وكيبقى السكر حسب الذوق، ممكن تكتفيو فقط بملعقة فقط. اما بالنسبه للطريقه جدا سهله. اذا في بول غادي نوضع ملعقه من الجبن الكريمي، الا ما كانش متوفر فقط استعملوا قطعتان من الجبن العادي. غادي نضيفوا عليه ملعقتين من السكر الناعم، وغادي نخفقوا الكل بالطراب الكهربائي حتى كنحصلوا على قوام جدا كريمي ولين. بعد ذلك غادي نضيفوا نصف كأس قياس ديال العنبه كما قلت لكم ديال المشروب او السيرو ديال الرمان. كيعطي واحد المذاق جدا رائع ومميز للكلاص. بعدها غادي نضيف 400 مليلتر كما كتلاحظوا من القشده او الكريمه السائله الحلوه. اذا استعملت انا هولالا نوعيه جدا جيده. ثم كذلك بنفس الطراب الكهربائي غادي نخفق الكل حتى كنتحصل على قوام جدا كريمي وعاقد. وبالنسبه للياغورت اذا فضلت نستعمل ديال الفراوله باش هكا يتواتى مع مشروب ديال الرمان. وممكن كذلك تضيفوا علبتين او علبه حجم كبير. اذا كيبقى لكم الاختيار، فقط انا عطيتكم المكونات اللي ممكن تستعملوا في هذا الكلاص. وكما قلت لكم كنتحصلوا على قوام جدا كريمي وعاقد. غادي ندخلوها للمجمد تقريبا واحد 3 ساعات حتى كتماسك لينا الكريمه جيدا. وبالنسبه للطريقه ديال التزيين، اذا غنستعمل بسكوي ذوق الفراوله، كذلك صلصه الشوكولاته وحبيبات الشوكولاته وشوكولاته كذلك فيرميسيل ملونه. وكيبقى التزيين حسب الاختيار، فقط عطيتكم انا افكار. اذا كما كتلاحظوا الشكل ديال الكلاص ديالنا بعد ما حطيته في الثلاجه تقريبا واحد 3 ساعات كيجي عاقد، واحد المذاق خطير جدا. كنصحكم تجربوه بهذاك المكون اللي ضفتوه اللي هو مشروب او سيرو ديال الرمان، كيعطي الكلاص واحد المذاق جدا خطير ورائع. ثم كتزيين اذا وضعت كميه من الكلاص وكميه من البسكوي، ثم بنفس الطريقه كميه من الكلاص، وفي الاخير غادي نزين بصلصه الشوكولاته وحبيبات الشوكولاته. وبالنسبه للطريقه الثانيه ديال التزيين، اذا كما كتلاحظوا في كاس زينت في الاول بصلصه الشوكولاته اللي ممكن تعوضوها بصلصه الكراميل. وبنفس الطريقه غادي نوضع كميه من الكلاص وكميه من البسكوي، كميه من الكلاص كذلك. ثم في الاخير غادي نزين كذلك بالشوكولاته فيرميسيل وصلصه الكراميل من فوق. وكيكون هذا هو الشكل ديال الكلاص اللي حضرته معكم بمشروب الرمان او السيرو تاع الرمان. صراحه كيجي رائع ولذيذ، طعم جدا مختلف ومميز. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، هذه غادي تعجبكم اكيد. وكنتمنى كذلك الحلقه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، وفي وصفات جديده ان شاء الله وحلقات جديده من شيوات إلهامية.